متابعي قناة صدى الأخبار 24 أهلا بكم. الزرهوني مودعا مكونات الرجاء: سأظل محبا وفيا ومساندا لهذا النادي العظيم ما حييت وأتمنى له كل التوفيق. ودع نوفل الزرهوني مكونات الرجاء الرياضي بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف الاتحاد الليبي. تأكيدا لما سبق، الاتحاد الليبي يرسم صفقة تعاقده مع نوفل الزرهوني. وكتب الزرهوني في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام: إلى نادي الرجاء الرياضي وجماهيره العظيمة، كل الرجاويين اللافياء. اليوم كتب هذه الكلمات بقلب المليء بالمحبة والامتنان لنادي الرجاء الرياضي، بيتي الأول الذي ترعرعت فيه عبر جميع الفئات السنية، والذي منحني شرف الدفاع عن نالوانه وتمثيله في الميادين. قضيت موسمين مع الفريق، كان الأول منها تاريخيا بكل المقاييس، حيث حققنا ثنائية غير مسبوقة، بطل الدوري المغربي وكاس العرش بدون هزيمة. ستبقى هذه الإنجازات محفورة في ذاكرتي وذاكرة كل رجاوي، وسأظل فخورا بأنني كنت جزء من هذا المشوار الاستثنائي، يضيف المتحدث ذاته. وتابع: الموسم الثاني فقد كان صعبا وشقا على الجميع، والله شاهدا أنني بذلت كل ما في وسعي داخل الملعب وخارجه، وقاتلت بكل ما آملك من أجل الفريق، لكن النتائج لم تكن في مستوى تطلعاتنا، ولم تعكس قيمة الرجاء الحقيقية، خاصة بعد موسم ريع كنا نطمح للبناء عليه. وواصل: ودانا أقدم خالص اعتذاري للجماهير الرجاوية الوفية التي لم تتخلى عنا في أصعب اللحظات، والتي ظلت تساندنا في السراء والضراء. كم أطلب السماح من أي شخص قد أكون ساتليه عن غير قصد، فحبي واحترامي لهذا الكيان الكبير كان دايما دافعي لول. واختتم: شكري وامتناني لكم جميعا على الترحيب الذي حظيت به منذ يومي اللاول، وعلى كل لحظة دعم وتشجيع. سأظل محبا وفيا ومساندا لهذا النادي العظيم ما حييت، وأتمنى كل التوفيق للرجاء فيما تبقى من الموسم وفي كل المواسم القادمة.